كافر. بتتجنبي تحكي ديانتك؟ أنا أرمنية مسيحية، كتير متعصبين، كتير مغلقين. حتعطينا هيك شغلات على المشاهير؟ يسرى ساقطني هالمرة، طلع عيني هيفا في شوفة حال أنا بتعرض لتنمر. أنتي مانك موهوبة، انكسر قلبك. أنا تركتهم شيء زي بوص الأرض، ما رح يكون معي نهار عرسي. كان شعري طوله هيك. حسن صبري إلا شوي، برشبه سكرتون، كتير جأجأة. هلو جايز، كيفكم؟ شو الأخبار؟ وأخيرا رجعنا لكم بحلقة جديدة من سوالف الشاي. اليوم ضيفتنا عن جد كتير مميزة، لأنه ميك اب ارتست المشاهير وبنفس الوقت صانعة محتوى، فعاملة هيك ميكس كتير غريب. هاي نورة. مرحبا، كيفك؟ هاي، كيفك؟ شو الأخبار؟ all good. وأنت ياسمين؟ الحمد لله كمان. الحمد لله تمام. بس قبل ما نبلش كالعادة لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات، وكالعادة QR كود على الشاشة. روحوا ضيفونا على كل منصات التواصل الاجتماعي. شايفين هالكبسة اللي تحت؟ انزلوا كبسوها. لازم خلص يعني اشتركوا بالقناة، بدنا نوصل 3 مليون. اوكي اليوم هيك بما انه انت ميك اب ارتست المشاهير، حتعطينا هيك شغلات على المشاهير ولا لا؟ لنشوف. خلينا نبلش الحديث. حنبلش. بس اول شيء حنصب لك شاي. بليز اعطيني فنجانك. يلا لازم نشرب شاي. عرفينا عن نورة، احكي لنا شوي عن حالك. أنا نورا فرتان، سورية أرمنية، ميك اب ارتست. طبعا أنا صرت ميك اب ارتست لما جيت على الإمارات. كنت قبل كنت بشتغل شيء له علاقة بالسياحة، شهادتي سياحة، فهاي المهنة هون بلشت. وبلشت آخر 8 سنين اشتغلت تي في ميك اب ارتست، وبعدين بلشت أشتغل للمشاهير، وآخر 4 سنين بلشت أشتغل بالكونتنت كرياتيفيتي وأعمل فيديوهات أعلم الصبايا كيف يحطوا مكياج على حالهم، بس أجرب هيك شغلات غريبة عجيبة. وفي شيء كأنه عملت له سكيب، أنت ممكن أنت لعبة كرة سلة؟ إيه أيام سوريا. إيه بس أنا شيء جزء. إيه صح مزبوط. غريب التنقلات هيك كيف. لما كنت في سوريا أنا ما كان لي علاقة بالمكياج أبداً، يعني I was basketball player، حسن صبري إلا شوي، جوردنز، يعني literally أنا كان عمري 20 أو 21 لسه ما كنت يعني ما بحط ميك اب. فأوقات العالم تستغرب بتقول هاي مي نورا، هاي غير وحدة. مين أغلى شخص بحياتك؟ عائلتي، ما بقدر أقول ولا حدا. ماما وبابا الله يرحمه وأخواتي. عائلتي هي أهم شيء بحياتي، عائلتي، شغلي، وبعدين أنا. طيب شو بتوجهي رسالة لعائلتك؟ بدي هيك تطلعي كاميرتك تحكي لهم شيء من قلبك هيك من صمصوم قلبك. بقول لهم إنه أول شيء أنا بحبهم كتير 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 بحبهم، وما بقدر أعيش من دونهم، وإن شاء الله هيك كلهم يعني ماما وإخواتي يطول بعمرهم، ولأنه نحن هيك رباط العائلة تبعنا شوي قوي، فمنضب على بعضنا، وهيك إن شاء الله تكونوا فخورين فيني ومبسوطين. أكيد أهم شيء ضلوا بصحتكم، أهم شيء هذا اللي بدي إياه، إنه يضلوا ماما يطول بعمرها، أخواتي يضلوا بقوتهم وبصحتهم، نضل هيك مع بعض. كتير مشاهير على السوشيال ميديا بيتجنبوا يحكوا ديانتهم بس كرمال كومنتات الناس. هل أنت من هالمشاهير اللي بتتجنبي تحكي ديانتك؟ لا أنا ما بتجنب، وحتى ما بخجل، وبحترم الديانات الناس الآخرين، وأنا حتى بفضل إني أحكي وأقول، لأنه فعلا في ناس متعصبين لما بيكون حدا مو من دينهم وبيهاجموه. وأنا حتى أنا بتعرض أوقات إنه أنتي مسيحية، بكتب لهم بالكومنت يعني إذا أنا مسيحية تبطلوا تحبوني. يعني أنا بقول إنه الدين، أنا ديني لألي، ديني لألك، أنتي منك لربك، بس أنا ما فيني ما أحبك لأنك أنتي مانك من ديني. طبعا. أنتي إنسانة كتير منيحة you supported me، وإنسانة كتير طيبة معي ومحترمة وكريمة let's say. يعني ما عندي أي نقطة، معقول أنا ما أحبها بس لأنه غير دين. بس لأنه غير دين. هلا نحن صراحة يعني بسوريا عشنا مع بعض، يعني ما كان عندنا مشكلة، إنه بالعكس لا، كانوا كتير عنا رفقات نحن مسيحية، رفقات من غير أديان تانية مختلفة، ما كان في هذا الشيء. بس أنا هذا الشيء انتبهت عليه بالسوشيال ميديا، إنه في ناس متعصبة بشكل إنه تمام كل يعني حتى نحن بديننا الإسلام بيقول لكم دينكم ولي دين. طبعا. يعني إنه لازم نحترم أديان غيرنا، ونحن من يعني شروط
ديننا إنه نحن نحترم الأديان السماوية الأخرى ونآمن بجميع الكتب والرسل يلي الله بعتها. فعن جد أنا يعني بتمنى أن نشوف وعي كتير أكبر بهاي النقطة، إنه نتقبل بعض. إيه أنا بقول إنه ليكي لازم مو بس نتقبل بعض، لازم نحترم بعض طبعا. يعني أنا مثلا لما بيكون العيد الأضحى أنا بروح مع رفقاتي بعيد، رمضان أنا عندي إفطارات بروح معهم بفطر معهم، هن بالكريسماس بيجوا لعندي بيعيدوني. كيف بسوريا كانت السنة exactly الكل مبسوط مع بعضه. exactly. أنا لازم هذا الشيء كتير بهمني، لأنه أوقات بشوفه كتير على السوشيال ميديا لما بيهاجموا أنت مسيحي، أنت لتسي مسلم، أنت مثلا كافر، أنت بيكفروا حتى إيه بيكفروا. ليش أنا أهم شيء بهمني كتير عن جد كل العالم لازم تعرف، ما علموا أولادكم يحبوا دينهم، يحترموا، يمشوا على الدين الصح، بس ما تعلموا هذا التعصب إنه كون تقللوا الدين هذا. أنا بحبك بحترمك، دينك مو مثل ديني، أوكي نحن كل واحدة كبرانين بطريقة الشكل، كل واحدة دينا شو حيأثر علي، بس أنتي دينك لإلك أنتي. أنتي بتصلي لله بتدعي له، أنا بروح بصلي بروح على الكنيسة، هذا الشيء مني لربي. طبعا بدي أوضح نقطة كتير مهمة مشان المتابعين ما يفهمونا غلط. أكيد نحن ما عم نحكي بس إنه الإسلام هن المتعصبين، لا، في من جميع الأديان ناس متعصبين، في ناس متعصبين على أفكار معينة، يعني مو شرط يكون دين، هو التعصب مو بس على الدين. أنا تعرضت للتعصب أنا ومن مسيحية كمان إيفن أنا طبعا في مسيحية حسب يعني إنه أنا الأرمن شوي متعصبين أكتر. أنا أرمنية مسيحية سورية. أنا بالأرمن من صغرنا كانوا كتير متعصبين وكتير مغلقين. أوكي فأنا لما كنت بالمدرسة ماما ما بتحكي أرمني، ماما حلبية مسيحية. فبالمدرسة أنا في فترة لأنه قد ما كان في تعصب للأرمنية، أنا أبوي أرمني no رافرتان I'm Armenian، أنزل على المدرسة أنا وأختي ما حدا يحكي معنا من الطلاب صغار. طب ليش؟ لأنه أنتي أمك ما بتحكي أرمني. طب كيف عرفوا؟ إنه أولاد من الأهالي، من شون الأهالي كانوا يزرعوا براس، بس لأنه ما بتحكي أرمني. أوكي نحن نرجع على البيت أنا وصارين طول الوقت أنا وأختي وصغيرة عم نبكي على البيت، ماما رفقتنا ما عم بيحكوا معنا، ما حدا بيحبنا، ما حدا. مرة أمي نزلت على المدرسة دخلت على المديرة قالت له أنا وماني أرمنية وما بحكي اللغة تبعيتكم، بس أنا حتى أولادي عندكم ممنوع أولادي يتعرضوا للتنمر، ممنوع حدا يجي يقول لهم أمك ما بتحكي أرمني. دخلت المديرة برشت الصف وبرشت أهل الأولاد إنه أنتوا ليش حاب تعلمون لهالأولاد. أنا بتذكر أوريورت فيمي ما بنساها لهالمديرة بالحياة، يعني كانت بتذكر بالتيار بالكعب بالشعر القصير لهالدرجة بتذكرها. كيف كانت طفولة نورة؟ بصراحة طفولتي كانت حلوة، يعني ما عندي هيك مشاكل كبيرة. كنت موجودة بعائلة، يعني أهلي كانوا عائلة متفهمة متفتحة. كنت بسوريا ما كان ناقصنا شيء، أهلنا كانوا يعني ماني من نوع الناس اللي قضى طفولة معذبة. كانوا عندي عائلة مثلا أم وأب كانوا كتير متفهمين، كتير عقلهم كبير، كانوا يستوعبونا كتير. يعني أنت بتعرفي إنه أنا أول مرة صرت بحياتي كان مع أبوي عن جد؟ كتير يعني أول مرة كان في هيك حفلة للنيوير وكانوا أصحابي كلهم طالعين. رحت عند أبوي قلت له إنه بليز باب خليني أروح. قال لي وين تروحي؟ يعني أنت كتير صغيرة لهالروحة. قد كان عمرك؟ كان وقتها صف 10-11 هيك شيء، يعني not بكالوريا even. بس كانوا رفقاتي كلهم رايحين. قام أجا قال لي بدك تروحي؟ أروح لعنده قال له باب بليز خليني أروح. قال لي لا ما في. قام آخر شيء بيجي بعدين خلص يعني صلاته. قام أجا قال لي أوكي بدك تروحي؟ إيه بس أنا حيجز فوق الطاولة عم بتفرج عليك. فهو أخذني معه على السهرة وقضيت السهرة معه وكانوا رفقاتي معي. وأنا لهلأ باي ذا واي هاي الحركة أنا كتير appreciated. أنا لهلأ قبل ما يتوفى أبوي لما بطلع بسهر كنت بنبسط كتير لما بطلع بسهر مع أبوي. أبوك الله يرحمه شو بتوجهي له مسج؟ لو أكيد هلأ هو رح يسمع المسج أو لو كان عايش شو بتوجهي له كلام؟
هلا أنا دايما بقول أول شيء أنا كتير اشتقت له، أكيد هذا الشيء موضوع مفروغ منه. أنا دايما بزعل لأنه هو أنا خسرته من شيء 4 سنين. بزعل إنه هو هلأ ما موجود. انبسطت معه بحياتي كتير، بس بقول إنه ما شبعت، إنه يا ريت كان ضل أكتر. مثلا قبل ما يتوفى أولت لسه ما كنت يعني عندي followers let's say، وما كانت العالم كان عم تعرفني شوي شوي، فكان يجي يقول لي نورا رفقاتي قالوا لي هيك عنك، عم بيعرفوكي، عم بيشوفوا فيديوهاتك. فكان هو وقتها عم بيقول لي برافو نورا. فبزعل إنه أنا هلأ يعني منه معي لما أنا كبرت، عم بوصل، العالم عم تعرفني، العالم عم تحكي علي كلام حلو. يعني أنا كان بدي يكون هيك، بس يعيش معي شوي هاي السعادة، يكون فخور فيني، يشوف اللي أنا عم بعمله. وكمان بزعل إنه هو مثلا ما رح يكون معي نهار عرسي، لأنه هي يعني البنت أبوها دايما الملك تبعها. بقول ما في حدا ممكن أي إنسان بالدنيا يكون مثلا يدخلني على الكنيسة مثلا let's say، أو يكون معي بنهار عرسي. فالملك هو البنت أبوها الملك تبعها، صح. فلما بتخسري الملك تبعك خلص بتصيري بتقولي. فيعني بزعل إنه هو ما بيكون موجود معي. بس دايما بقول، بتعرفي دايما بقول من وقت ما توفى أبوي صار عندي ملاك فوق السماء. لهلا ماني متقبلة إنه أنا أبوي ما موجود بهالدنيا. ما حدا بيكذب عليك بيجي بيقول لك إنه سهل ولا لا 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 سهل. بتكملي حياتك، بتضحكي، بتمزحي، بتعيشي، تتقبلي، بتتعايشي مع الموضوع إنه خلص هذا الزلمة ما أنا موجود. بس هو هلأ مثلا أنا بضحك على حالي بصراحة، بقول هو هلأ بالسماء، هو اللي عم بفتح لي طرقات، عم بصلي لي، عم بيكون موجود معي. فخلص نورا أكيد هو شايفك من فوق. فهلأ بدي تعطيه مسج، يعني لو هو كان عايش وسمعه، أو لو هو عن جد عم يسمعك هلأ، شو بتقولي له مسج؟ أنا بحبك كتير واشتقت لك كتير، وإن شاء الله تكون معي، إن شاء الله تكون فخور فيني. يعني أنا هذا اللي بتمنى بكل حياتي، إن شاء الله تكون من فوق عم تشوفني وفخور فيني. إن شاء الله. الله يرحمه يا رب. أكيد فخور فيكي. يعني إذا أنت عم تقولي إنه لسه كنتي مني إنفلونسر وكان عم يقول لك برافو وهو فخور فيكي، كنت بتمنى هلأ يجي لي برافو، يعني هلأ يعني بتمنى دقيقة بس تجي هيك يجي لي برافو. اسمع بنت سوري أنا كتير ضايقت مرة. لا عادي، خدي راحتك. أحيانا في ناس يعني بيحكوا لي إنه هن مثلا لما بيفقدوا أحد من أهلهم إنه بيجون بالحلم وبيحكوا لهم حكي هن عن جد كان نفسهم يحكوا لهم إياه. هل شي مرة عن جد هيك صار معك هيك شي ولا لا؟ أنا بالليل كتير بحكي معه يعني أنت هلأ عم تقولي إنه بس بدي إياه يقول لي برافو. إيه بس بدي أنا هلأ هو بصراحة أنا بواسي حالي دايما. بس هو أي شخص أنت لما بتخسري، هو أبشع شيء بالحياة هو تخسري حدا من أهلك. مشان هيك دايما بقول للعالم بليز إذا أهلكم عايشين استغلوا كل دقيقة. صح. مو أنا I'm not joking. أنا دايما أنا برجع بقول لك يا أنا عشت مع أبوي أحلى أيام حياتي وانبسطت فيه معه بكتير شغلات. بس لسه بقول يا ريت لو يا ريت أكتر. فدايما أنا بقول لكل العالم استغلوا عندكم فرصة تقدروا تحكوا معهم، عندكم فرصة تقدروا تتسلوا معهم، تقضوا تضحكوا تاخدون تجيبوهم بليز. لأنه بس ما يعني أنا وعيشة معه أيام حلوة حسرة بقلبي. فتخيل لو في حدا ما بيعطيهم وقت كتير قديش دا يحس بالحسرة أكتر مني بمليون مرة. يعني مع الأسف في ناس مجبورين إنه ما كتير يشوفوا أهلهم وهيك بسبب السفر والبعد وهيك. يعني أنا كمان حسرة بقلبي عن جد إنه أنا ما كتير بقضي وقت مع أهلي. بس يعني كل حدا ببلد. إيه حتى لو بس أنا عم بقلك دايما إنه عملي كول، خليكي موجودة معهم بغض النظر ليك الحقيقة. هلأ مثلا أنا عطاني الله نعمة إنه أنا أكون متغربة وأمي وأبوي يكونوا معي. بس ما كل العالم عندهم هالنعمة. أنا أبوي هو اللي قرر إنه نحن نجي لهون. نحن كنا صارت الحرب السورية، اضطرينا نقعد ببيروت 6 شهور، وأنا بشغلي سياحة يعني ما خصني بميك اب وكذا. وحتى لما قعدت ببيروت 6 شهور لقيت شغل بالسياحة، بأوتيلات، بكذا.
أموري منيحة. أنا ما بعرف إذا قلت قبل هالمرة أنه أنا من عائلة منا غنية ومنا فقيرة، كانت عائلة متوسطة، أهلي ما كانوا حيرميني من شيء. بس أنا أنا بالحرب السورية أبوي خسر كل شيء، خسر. فهو ما كان عنده قدرة غير يطلع لنا إقامات بالإمارات. يعني إحنا أول فترة أنا وإخواتي ساعدنا بمصروف البيت. أنا بقول دايما أنه أحلى قرار أخده أبوي بحياتنا أنه قوموا طلعوا على الإمارات، أنا عملت لكم الفياز. ولما دق لي أبوي قال لي نورا فيستك جاهزة. بابا ليك روحوا أنتوا، هيك عملت له، قلت له روحوا أنتوا وأنا شغلي هون منيح. وطبعا بالأوتيل اللي أنا عم بشتغل فيه 6 أشهر زبطت أموري، حبوني العالم، قال لي بعطيك زيادة راتب وكذا. أنا يعني مو أنا تعرفي طلع من الحرب لقيتي شيء بس تشتغلي فيه خلص بدك تتشبسي فيه. ما بعرف أنا شو جاييني بالإمارات، ما بعرف شو عندي بالإمارات. لقيت له دق لي أبوي قال لي يلا نورا إقاماتكم صارت جاهزة، تيكتك هذا تعي بليز بابا خليني أنا ضل شغلي منيح ودا يزيد لي براتبي وكذا، خليني هون أنتوا روحوا. طلع فيني هيك قال لي نورا روحي ضبي شنطتك، سكر التليفون بوشي. قال لي ما في، هذا هو القرار وما في تشيغا، يعني بالأرمني تشيغا يعني ما في، خلص تسكر الموضوع. فسكر التليفون بوشي قال لي تفضلي. ولما جيت يجي من على الإمارات كان بده أبوي فترة ليقوم على إجريه، لأنه بتعرفي المصاري كلها راحت، الضاعة كلها راحت، الدنيا كلها راحت. كان بيقدر بس بده أول فترة نحن كان لازم نساعد. فأنا أول 6 أشهر كمان طبعا ما لقيت شغل بالسياحة، بشغلي الرواتب كانوا يعطوني إياها كتير قليلة. أنا شو بدي أشتغل وأساعد أهلي؟ بلس نحن كنا أول فترة كان لأنه شغله كان بعجمان، نحن كنا حياتنا كنا قاعدين بعجمان، فهي أوريدي بعيدة عن دبي. وأنا بعد أول ما جيت على الإمارات أنا ظروفي ما كانت منيحة أبدا. يعني أنا أنا كنت أشتغل بعجمان، بيتي بعجمان، أشتغل بمول أوف إميريتس. ما كان معي سيارة. المشوار لا المشوار اللي أنا بقول لك إياه، مشان هيك أنا هلا بقول أنا تعلمت بهيدا البلد، أنا نضجت بهالبلد لحتى طبعا. هلا بعرف قيمة كل شيء بيجيني، مصاري، شغل، الكلمة الحلوة اللي بتجيني من العالم بعرف قيمتها، لأنه أنا هاي دفعت حقها. ما ضروري أكون دفعت حقها مصاري، دفعت حقها من تعبي. يعني تخيلي أنا بتذكر من نفسيتي. تخيل رجال كبير، بيي، أنا ما كنت بقدر أسوق ومضطرة أشتغل، واشتغلت أول شيء براتب كتير قليل لأنه بدي أساعد أهلي، بدي أشتغل وانتي أصلا بالإمارات ما فيك تقعدي بلا شغل. فكان أجاني شغل مول أوف إميريتس، أنا ساكنة بعجمان. الصبح كنت أفيق الساعة 5 لأنه في عجقة، كان ما فيني أخذ تاكسي لتحت لأنه راتبي it was 4,000 درهم هيك شيء، وأنا بدي أساعد أهلي فيه وبدي أنزل وأعيش فيه. كنت بابا نفيق الساعة 5 لنصحصح نشرب فنجان قهوة، لأنه نحن بدنا نروح من العجمان للراشدية دا يوصلني على المترو، لأنه بابا عنده شغل كمان دا يلحق وما بقدر يوصلني على مول أوف إميريتس. فكنت أوصل بدي 1.5 ساعة لأوصل لمترو الراشدية ينزلني هون 1.5 ساعة عجقة، بعدين بدي 45 minutes لأوصل على مول أوف إميريتس. أوكي أوصل على مول أوف إميريتس بدي ساعة لبما أضبط حالي أشتغل. كنت سيلز، كان لازم أوقف 9 ساعات على إجري. ممنوع تقعدي، ممنوع أقعد 9 ساعات. أنا بكون تعبانة. هل كانت سوري الساعة 6 أنا ما بقدر أرجع على عجمان لأنه بتكون البيك تايم تبع العجقة، وكان بابا بيكون لسه ما خلص شغله. فأنا إيش كنت أعمل؟ كنت أضل بالمول أمشي لحالي، أفتل أضيع وقت، أكون تعبانة أقعد على البنك، ما أقدر أستنى تصير الساعة 8 أخذ المترو الراشدية 45 minutes أرجع على الراشدية، أرجع أستنى بابا يجي ياخدني. حرام كمان رجال كبير أنت عم تحكي بالستينات يجي يرجع ينزل ياخدني، لأنه تاكسي it's very expensive لأرجع أطلع. أنا ما فيني I cannot afford كل يوم تاكسي يروح أرجع 100 درهم إذا أنا راتبي كل هالشي قليل. كنت ياخدني بابا ساعة 8:30 9 من المترو الراشدية، بدنا كمان شي نص ساعة 3/4 ساعة لنوصل على البيت. أنا literally أدخل على البيت، ماما مجهزت لي السطل المي والملح عشان أحط إجري، لأنه أنا طول النهار
واقفة تحطهم أكل لقمة من الطبخة اللي هي طبختها literally. أنا وعم باكل بكون عم بنام 9:30 ماكسيموم 10 يعني هاي سهرانة أنا مولعتها أكون نايمة لأنه تاني نهار دق فيه الساعة 5 وش الصبح. هذا الحديث مشي 1.5 سنة. فمشان هيك هلأ I'm great ما بزعل. أنا هدول الأيام هن اللي عملوا. أنا هدول الأيام هن كانوا كتير صعبين كتير صعبين. من بنت لما كانت قاعدة بعز، من بنت لما ما كان ناقصة شيء لأنه تضطر. بس أنا انبسطت. أنا بنبسط بهالأيام وبحكيهم بفخر إنه أنا هدول الأيام اللي أنا بعرف فيهم قيمة المصاري اللي عم بعملها. طيب قبل شوي حكيتي لي إنه كنتي باسكتبول بلاير وكان يقولوا لك حسن صبي. ليش؟ لأنه ما كنت لما أنا كنت بهذا العمر لما الصبايا كانوا يلبسوا فساتين يلعبوا بالميك اب يحطوا ميك اب، أنا كنت قاعدة راكدة ورا طابة الباسكتبول. فأنا من يعني أنا بتذكر كنت صف 7 كان شعري طوله هيك literally. يعني كنت يعني ما كان مثل باقي الصبايا اللي بعمري إنه اهتماماتي كانت غير. ما كنت أسأل على هدول الأمور صراحة، عرفتي؟ هلأ في كتير صبايا كمان كانوا هيك لما كانوا صغار إنه كانوا هيك حسن صبي وشورتس وباجيز، بعدين بالآخر فرط مرة بتشوفيها واحدة خلاص سقطت فستان وميك اب وكعب وكذا بتقولي صح شو بها. ففي عمر هيك إجباري بيكون فيه للصبية وبعدين خلاص بتصيري بتتقبلي أنوثتك، بتتقبلي بتحبي حالك. طيب شو هالسويتش الغريب من باسكتبول لسوشيال ميديا؟ هلأ هي السوشيال ميديا أجت تقريبا آخر 8 سنين، بس هو السويتش الكبير هو من باسكتبول بلاير لبنت ما لها علاقة بالميك اب لبنت ميك اب ارتست. فهو كله صار بهذا البلد. قلت لك أنا جيت ما لقيت شغل بالسياحة، حكيت مع حصبية شايفتها مرة بسوريا، قلت لها أنا I'm desperate بدي شغل، بشتغل أي شيء. قالت لي في وحدة بنت خالتي بتشتغل بالميك اب، تعرفي ميك اب؟ قلت لها لا. قالت لي روحي اعملي انترفيو. عملت انترفيو. قالت لي بتعرفي تحطي ايلاينر؟ قلت لها لا. قالت لي بتعرفي تحطي اي شادو؟ قلت لها لا. فهي شافتني عم بعرف احكي وهيك مهضومه. انا نزلت على انترفيو، يعني نحن بسوريا ايمت كنا نعمل انترفيو بتدخلي هيك بلش دوامك عرفتي تدخلي وشو برو فقالت لي لا انت مهضومه بتعرفي تحكي، رح انزلك سيلز وانا رح اعلمك كل شيء. علمتني اول اسبوع، اول شهر، تاني شهر اوفر تارجت، اسكر تارجت، انزل يعني ابيع ميك اب وانا ما فهماني شيء، يعني ما فهماني بتذكر يا الله يا ده مو معقول هالايام. اوقات بتضحك بقول انه ايه مدام ايلاينر ايه بجربه بكون الخط طلع لفوق عرفتي والخط نازل لتحت، بس ايش شو ايه مدام انه بعرف احكي كنت. فبلشت هيك وبلشت اتعلم واحب القصه. بعدين صرت بسيفورا، صرت التيم تبعهم، وصرت هونيك أعمل ترينينجات. صرت أقول لا أنا حبيت لها الشغلة. صرت أعمل ترينينجات مع براندات، أحب أتعلم، أنا بحب أسمع، أحب أتعلم. صرت أتعلم، صرت أجرب. صاروا هن عملوني ميك اب ارتست لما صرت بسيفورا، ضليت معهم 4 سنين. صرت كان في كومبيتيشنز، كان في مثلا أبيع مثلا شو 100,000 درهم لزبونة، فواتيري تنبعت. I was a good salesperson. فسنة شافوا إنه إيه هاي في talent فينا نشتغل عليها في بيس. وصرت أجت لمرحلة، كنت لمرحلة رح خلص أنا عم باخد بوزيشنات عالية. أجت لمرحلة أجت ترينر، أنا الترينر تبعولي كنت بحبون كتير وهن كانوا يحبوني وكانوا يشتغلوا معي. أجت لعندي ترينر قالت لي you are not talented, go find something else to do. أنتي مانك موهوبة، روحي لاقي شغلة تانية تعمليها. واو أوكي هلأ ماني موهوبة، أول شي ما فيك تقولي لي إياها هيك. تاني شي أنا عم بتعلم، وأنا دايما بقول بشغل الميك اب، بالمجال الميك اب لهلا أنا عم بتعلم. صح، لأنه كل مرة بيطلع شغلات جديدة، كل يوم في شغلات جديدة، كل يوم في تكنيكس جديدة. ما في حدا، أنا بقول بأي مهنة بالحياة ما في حدا اسمه أنا بعرف كل شي. طبعا أنت لما بتعرفي كل شي يعني أنت انتهيتي. فقالت لي هيك أنا كان عم بطلع ترينينجات لفرنسا، يعني عم باخد بوزيشنات كبيرة، فعم بعمل كلاسز كتير مهمة. ما رح تبعتني على آخر ترينينج، يعني شالت مني شيء هو كارير لقدام. وقنعت الناس اللي كانوا موجودين عم بيشتغلوا معنا إنه هاي البنت بنجيب وحدة غيرها. فوقتها
كتير انحبطت وكتير اتضايقت وتركت ومشيت. وقتها تخالقنا، صارت مشاكل، تركت ومشيت. بوقتها لو كنت ماشي على كلامه، طبعا هي من بعد ما أنا تقاتلت معه وصارت القصة، هي من بعد شهر طلعوها من الشغل، ولهلأ أنا ما بعرف عنها شيء. وهي كانت عاملة حالة ميك اب ارتست، وهي كانت عم تعلمني، وهي ترينر. فلو كنت أنا رد عليها، أنا كنت ماني موصلة هون بالكونتنت كرياتيفيتي، ما كنت عم بشتغل بها أهم تي في بالميدل إيست. فأوقات بقول الناس اللي بتقلك كلام مو حلو بيزعجك بوقتها، بس أنتي ما لازم تاخديه. أنا ما رديت عليها، زعجتني. أنا دايما بآمن بشغلة أي شيء. لما حدا بيجي بيقول لك علي مثلا سوري let's say أنا حدا جاء لي أنا مثلا let's say something personal، مثلا let's say سمينة أو أنف كبير أو anything هيك small detail. أنت لما حدا بيجي بيقول لك أنت كأنه أنفك بده تجميل، أنت مانك شايفتي بده تجميل. لما حدا مرة بيقول لك إياها بتصيري بتفكري ما على علاقة بالشخصية. حتى طبعا. مثلا لما بيجيكي نيجاتيف كومنتس on social media، يعني أنا من فترة حطيت بوست on Instagram، حيطة كومنتات مع أنه أنا عن جد كتير قليل ليجيني كومنتس سلبية، يعني ما حدا بتنمر علي، بيقولوا لي ما حبينا هاي اللي عملتيها. بقول أوكي، لأنه أنا عم باخد رأي العالم. أنا بقول متابعيني نحن من أهل البيت، I'm not joking، أنا بعتبرها هيك. هن بيعرفوني، أنا بعرفهم، بيعرفوا أنا إيش سيستمي، إيش مزحتي، إيش بشتغل. لما بيجي حدا من برات البيت، هن هدول يوجولي هن اللي بيكبوا كومنت ما لنا عازة. يعني في من يومين في حدا كتب لي عمرك 60، قلت له لا 70. ختيارة ختيارة. وفي ناس بتسب مثلا الله ياخدك، ليه بدك تسبني؟ أنا إيش عملت؟ يعني أنا عم بعمل ميك اب توتوريال، ليش الله ياخدني؟ أنا بطلع بلا فلتر بالستوريز، بطلع بلا أنا ميك اب ارتست، بطلع بلا ميك اب، لأنه أنا بقول تكوني قريبة للعالم. طبعا العالم ملت، عالم ما عادت جدبان، العالم ملت من اللي بيطلع بالفلتر وهي guys how are you، واللي بيقلب صوتها، واللي بدها تطلع 24 ساعة مزبطة. أنا بطلع منكوشة. أنا بطلع منكوشة عادي، لأني أنا بنت الطبيعية فيها تكون منكوشة، فيها تطلع بلا ميك اب، وفيها تلبس لبس منه واو، وفيها تكون مشتية. اليوم أنا مشتية، مالي خلق أتزبط. ليش بدكم تعملوا البرفكشن نورمال؟ شو رأيك بماي ميك اب؟ I like it. بالبقلك يعني، وانتي ما بدك أكتر من هيك. anyway. أنا هيك بحب أعمل. صبايا الناعمين إذا بتحطي لهم كتير ميك اب بتكبريهم. صح، بين كبيرة، بيني أكبر من عمري. صح. يعني ومشان هيك دايما بقول كل وحدة إلها جمالها. أنتي حلوة وأنا حلوة وهي حلوة طبعا. وهو كل العالم حلوين. الميك اب هو مو تغيري حالك. أنا بسيستمي حتى في ناس ما بتحب الميك اب تبعي. تعرفي ليش؟ ليه؟ لأنه هن في ناس بتحب let's say الفول ميك اب اللي أنا بغيرك. أنا سيستمي دايما بقول لأي صبية بعلمها ميك اب، الميك اب ارتست، انتي حلوة فيكي. إذا أنت عيونك حلوين تعملي لهم هيك لمسة تبرزي لسه جمال عيونك أكتر. إذا أنت مثلا شفايفك حلوين تعملي لمسة تبرزي، مو شرط الواحد يغير كل شيء. أنا ما بحب، أنا سيستمي بالميك اب ما بحب أغير الصبية. أنت حلوة ونبرز جمالك. ما رح أعملك غير وحدة تطلعي غير وحدة، تطلعي على حالك ما تعرفي حالك، تتغير ملامحك بالميك اب. أجاك شي مرة شي زبونة طلبت منك أنت بتشتغلي للزباين ولا بس؟ طبعا بشتغل. هيك أجت مثلا جابت لك صورة قالت لك طلعيني مثل هاي هيك هيفا وهبي، طلعيني هيفا وهبي. كثير صبايا بيجوني ومشكلة هيك. الميك اب هو something very personal. انتي عم تتعاملي، حتى انا مشتغله مع مذيعات، مشتغله مع سيلبرتيز، مشتغله مع صبايا عاديين. الميك اب الابيرنس تبع البنت، ظهور البنت كتير هو اخر شيء. البنت هو اهم شيء. انت لما اول شيء بتطلعي عليها هو وجه، فانت لما بتعملي لها شيء له علاقه بالميك اب فانت عم تلعبي بالواجهه let's say. اوكي، فهي this is something very personal. ففي اوقات بيجوني صبايا بيقولوا لي طلعيني مثل هاي، أو طلعيني هيفا، طلعيني مايا دياب. ما فيني. أنتي ليش بدك تطلعي مثلها؟ أول شيء. تاني شيء ما فيني لأنه وشك ما نو مثلها، جمالك غير جماله، غير ملامح. يعني أنا إذا حطيت هذا الميك اب على وشك أنتي ما رح تطلعي مثلها، ممكن تطلعي ما حلوة. شو النصيحة اللي حدا عطاك إياها وعن جد بتحسي إنه غيرت بحياتك أو طلعت صح؟ ما تاخدي شيء بيرسونال. من قال لك إياها؟ في أكتر من حدا من حياتي قال لي إياها، وحتى أبوي قال لي إياها بزمانه.
فيك تفسري لهم إياها بالعربي إنه ما تاخدي شيء شخصي. لما بصير معكم شغلة، لما حدا مثلا حدا ما بيعجبه شي فيكم، حدا بتنمر على شغلكم، حدا بيكسر من مقاديفكم، بينزلكم، ما تاخدوها بيرسونال. في أوقات ممكن يكون الشخص اللي قدامك هو اللي عنده مشكلة. في أوقات لأنه أنت لما بتوصل لك كلام سيء، حدا بتقاتل معك، حدا بزعجك، أنت لما بتاخديها شخصية الموضوع بتتضايقي، فبتدخل بتضل بقلبك، وممكن تعملي شغلات تردي له الموقف، يأثر عليكي، يوقفك عن الشيء اللي عم تعملي. في أوقات كتير أنا بقول لك أنا بتعرض لتنمر وبتعرض لعالم لهلا يجوا يقولوا لي إنه شغلي ما منيح، أنا الشيء اللي عم بعمله مسخرة كذا، بس بطلع هيك بقول هلا أنا ما بعرف إيش ذوقة، يعني ليش ده أخده؟ أنا إذا شايفة الشيء اللي عم بعمله صح ما رح أوقف. أنا وصغيرة كنت أسمع بابا يقول مثل بس ما كنت أفهمه، بعدين لما كبرت فهمته، اللي هو طنش تعش تنتعش. يعني هو كتير بسيط وبيضحك، إنه أنا وصغيرة أسمعه وأضحك إنه شو عم يحكي لنا، شو هاي طنش تعش تنتعش، ما كنت أفهم شو يعني. بس لما كبرت عن جد فهمت، عن جد لما أنت تطنشي يعني مثل ما قلتي إنه ما شرط تاخدي كل شي شخصي. أوكي، بدنا نحكي شوي هيك عن المشاهير. مين أكتر؟ هلا أنت قلتي لي إنه اشتغلتي مع مذيعين، ممثلين، يوتيوبرز كذا، anyways أي حدا مشهور يعني. أنا بقصد مين أكتر شخص كان عن جد متواضع؟ يسرا. صعقتني هالمرة لما اشتغلت لها ميك اب، رحت لعنا عم ننزل جدا متواضعة، عم نحكي من جرجر، شفتها نزلنا لتحت عم ننزل مع بعض، انه هي رايحة على الشو تبعها، وقفت عند اللي بشيل الشناتي، قالت له انت سألتني امبارح انك عايز تتصور معايا، انا ما كنتش فاضية، تعالى. يعني غير موحد تتوقف تتذكر انه هذا طلب منها يتصور الشخص، وعم تسلم على العالم، يعني عم تسلم على الريسبشن، عم تتسلم بتواضع. لا أنا صعقتني. يعني هي أنت عم تحكي يسرا ممثلة، أنا كبرانة على أفلامها. أنا بالنسبة لي لما قالوا لي رح أعمل يسرا، أوه ماي جاد، قلت لا، أنا حصل لي الشرف أني أنا أعمل ليسرا. هذا شيء يعني جوز ما حدا ما يصح لي بحياتي أرجع أعمل له، بس أنا I got the chance. نزلت وقفت قدام الكونسيرج، وقفت قدام اللي بيطلع الشناتي، قالت له أنت امبارح قلت لي بدك تتصور معي وما لحقت، تعال تصور معي. مين تعملها هاي؟ صح، تواضع. مين بتعملها؟ سوري، أنا هلا عم بشتغل مع كتير ناس مشاهير، يعني عم بشوف في إيجو، في شوفة حال، يعني مشان هيك هاي المرة علمت بقلبي لأنه أسطورة متواضعة. طيب أعطيني كمان مشهور، مش شرط ممثل كذا، أي حدا مشهور مستحيل ترجع تتعامل معه أي شكل من الأشكال، شخص بحطك مواقف صعبة، بعرف لكي ما رح أعطيكي اسم حدا، بس في كم موقف أنا تعرضت له من ناس مشاهير، حسيت الغرور عندهم كان كتير عالي، إنك تكوني قدامهم موجودة أو عم تشتغلي معهم يقللوا من قيمتك وما يعملوا لك قيمة. يعني أنا دايما بقول بهاي الشغلة إنه حتى لو شو ما كنتي عاملة وقديش أنت مشهورة وقديش بيحبوكي العالم، ما فيكي تتكبري على العالم أو تتغطرسي أو تعملي حالك عليهم مشهورة. ففي كام شخص كانوا يعني الإيجو كان كتير مرتفع، وقلت إنه يعني إذا بترجع بصحلي ما بظن أرجع أشتغل معهم، وسبيشلي لما الناس اللي ما بتحترمك. طبعا يعني أنا بالآخر أنا عم بجي بعمل لك ميك اب، عم بطلعك حلوة، فأنتي لما مثلا بالتايمينج بطريقة الحكي مع اللي قدامك بتحسي إنه لا، إنه ما بدي أرجع أشتغل معه. طيب لحد الآن من كل اللي عملتيه الميك اب، مشهورك المفضل؟ ليكي في أكتر من حدا، ليك عن جد في أكتر من حدا. يسرا، زينة مكي كانت مهضومة، أمل بشوشة، ديما، يعني في أكتر. شكران مرتجى I love her، بموت عليها.
بموت عليها. حاسة كتير فني، كتير مهضومة وكتير down to earth تبع تعي إشي تعي وينك كذا. إنه she was like إنه عم اشتغلت لها عملت لي follow بتكتب لي comments هذا يلا بدي أجي على دبي بدي تعملي عرفتي يعني حلو هيك إنه يكونوا مهضومين وقريبين. طب هل شي مرة صار معك هيك دراما مع أحد المشاهير؟ أوكي صارت معي مرة قصة وأنا ما خصني فيها يعني. أنا قاعدة مثلا كنت مسافرة بمحل قاعدة عم بصور فيديو وapparently في تحت من طرف تاني حدا مشهور عم بيصور سناب، فالعالم اخدين ملزقين الفيديوهات على بعض، هاي تتمايل أمامها ما بعرف مين، وأنا شو قاعدة ببلد تاني يعني completely غير different place، عم بطلع هيك بالفيديوهات عم بقول لا يا الله العالم شدة فاضية وراضية إنه تطلع قصص وتخترع وتلزق تاخد فيديو من سناب حدا مشهور وتاخد الفيديو من طرفك وتلزقهم مع بعض على هاي وهو متجوز وما بعرف إيشو يعني وتتمايل أمامه. أنا قلت وليه وأنا من هونيك عم برجف قلت لا ما بدي أعلق. وقت العالم بتحطوك بمشاكل أنت ما خصك فيها يعني أنا شو خصني. هل من قبل انكسر قلبك؟ إيه كيف كان الموضوع؟ يوجولي أنا ما بحب بسرعة. حبيت هذا الشخص وكان كل الشغلات اللي أنا عم بدور عليهم موجودة فيه إلا apparently اكتشفت بعد فترة إنه هذا الزلمة عم بيكون معي مو لنورا، عم بيكون اللي حوالين نورا، الفايب حياة نورا، العالم اللي حوالين نورا لايف ستايل تبعها مو لألي. فهذا الزلمة كتير تعلقت فيه. بعدين لما قلت إنه لا خلص يعني كنت لمرحلة تعرفي إنه لما أنت بتوقفي بتقولي إذا أنا رح أرجع أكفي مع هذا الزلمة دا يصير معي الانهيار اللي أنا دا أخسر حالي وبدي أروح عند دكاترة نفسية وأنهار، يا هلأ أنا بترك وبمشي يا أما القادم منه منيح. هلأ وأنا تركت ومشي بس وقتها أخذت معي 6 شهور أكتر حتى سنة actually لحتى أطلع من القصة. يطلع هالقصة إنه شلون هذا الشخص أنا حبيته من كل قلبي وهو طلع مو حببني. هو بتعرفي ما في بنت بتقول إنه غرورة أو جبروتة بتقلها إنه بتقبل إنه هو ممكن حدا ما يحب. يعني أنا ما حبني لشخصيتي، حب الشهرة الفايب اللي حوالي حياتك شلونكم من محل لمحل. فأنت حبيت اللي حوالي ما حبيتني أنا يعني بدور على حدا. كيف اكتشفتي هالشي؟ اكتشفت إنه هو صار يهتم بالشي اللي حوالي أكتر مني. يعني أنا ما يجي لي كيفك هذا في كيفه شلون هوك وين نروح هون إيش نسوي. طب أنت ما عم تسأل عني، أنت همك الانتوراج همك الحوالي ولا همك أنا؟ وبعد قد ايه لحتى لاحظتي؟ هلا أول فترة كنت تعرفي أول بدايات دايما بتكون حلوة واو وكذا والعصافير تزقزق وما بعرف شو. بعدين بعد فترة لما شفت هذا الزلمة الانتباه تبعه مو علي، فأنا ما بدي أنا بدي هذا الشخص اللي يكون أكفي حياتي معه. وأنا من نوع الناس اللي دايما بقول الشخص اللي عم بدور عليه لازم أول شيء يكون بربى ببيت أهله، ما معه مصاري، في كارير بتعمل بالمستقبل ويكون عنده طموح. حتى في حدا حبيته بحياتي ما كان عنده طموح. طب هل حاليا في حدا بحياتك؟ لا سنجل يلي مهتم انستغرام موجود. اوكي نحن وصلنا لآخر حلقتنا. شوفي هلأ حاليا منه سؤال، تخيلي بعد 10 سنين فتحتي هالبودكاست أو هاللقاء على التلفزيون وقاعدة مع الأشخاص أنت بتحبيهم، ممكن أولادك، أمك، أخواتك، وأنتي شو بتوجهي كلام لكل الموجودين عم يتفرجوا معك؟ إن كان أنتي شو بتوجهي كلام لك بعد 10 سنين، أهلك، أولادك، ممكن حتى زوجك؟ بدأ إلا لنورا، لا إلا إن شاء الله تكوني وصلتي لكل الأحلام. أنا بعرف إنه أنت عندك أحلام كتير كبيرة وطموحاتك كتير كتير كبيرة ما لها حدود. إن شاء الله تكوني وصلتي لهم وحققتي أحلامك ووصلتي للمحل اللي بدك إياه. بقول لأولادي مامتكم كتير مهضومة بس يعني ما تتفلحصوا بكرة قدامها. يعني
كلمتها ما رح تصير 2 بس رح تحبكن كتير ورح تعمل كل شي بحياتها انه تقدم لكم احلى حياة واحسن من الحياة اللي هي عايشتها هي وكانت صغيرة. وبقول لهم لأهلي بعد 10 سنين استقلها لماما، إن شاء الله تكوني فخورة ببنتك، إن شاء الله تكون وصلت، وإن شاء الله تكوني هيك بصحتك وبعافيتك. بعرف إني مجننتك كتير بحياتي بس إنه يعني رح أضل لطول حياتي، والله يخلي لي إياكي دايما. وشو بعد كمان؟ جوز المستقبلي. هلا كنا عم يتفرج معنا انزل بوس الأرض سوري، انزل بوس الأرض لأنه أخذت جوهرة. يعني كل يوم قول ميرسي لله إنك عطيتني وردة حياتي ومعذبتي وحبيبة قلبي. شو رأيك هيك نعمل لهم شي مهضوم، نقول لهم كلمات حلبية بس ما نقول لهم معناها وهن يتوقعوا معناها بالكومنت. اوكي كلمات حلبية هيك كتير كتير جأجأة. كتير جأجأة. ايه أعطينا أول كلمة. سكرتون. أعتقد حيعرفوها. ده يعرفوها. أوكي بس مو مشكلة. أنا رح أعطيهم كلمة شمشاي. برشبو. هاي ما بعرفها. لو ما بتعرفيها هلأ بعد شوي بذكرك فيها، بتعرفيها أكيد. اوكي. برشبو. سلاتي. حلوة. سلاتي. عرفوا، حطوا لنا بالكومنت إذا عرفتوهم. عن جد عن جد شكرا كتير إنك قبلتي تيجي لعنا ونستضيفك. كتير انبسطنا معك. ما حسينا على الوقت. عن جد على طول ضلي هيك، روحك كتير حلوة، كتير حدا فرفوش، وواضح إنه أنت إنسان عندك كتير أحلام وأكيد إن شاء الله بتوصلي لها. إن شاء الله. كتير انبسطنا معك عن جد. شكرا كتير. ميرسي كتير، وأنا انبسطت فيكم كتير، وكانت هيك فنجان شاي كان لذيذ. وبس جايز لهون نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات، وكالعادة QR كود هون، روحوا ضيفونا على كل منصات التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله بنشوفكم يوم الخميس الجاي بحلقة جديدة. بحبكم كتير. باي باي.